عزيزي الوتشر وعزيزتي الوتشراي، والله العظيم انا حاسه بيك وعارفه انك تعبت كتير وانت بتتعلم انجليزي علشان تحقق بيه الهدف اللي من زمان بتحاول فيه. بس اعمل اي حاجه غير انك تثرو ان ذا تاول. ولو قلت لي يعني ايه مرميش الفوطه وايه علاقه ده بالانجليزي، هزعل وهجيب ناس تزعل، والناس اللي جايه تزعل هتجيب ناس تزعل. عشان 600 مره اقول لك اوعى تترجمها، فالاكيد ان ليها معنى تاني، ومعناها هنا يستسلم او ينسحب. يعني مثلا لما حد يكون بيحاول يحقق حاجه وصعب عليه جدا، فهتلاقيه يقول لك I'm going to throw in the towel. فاكر مسابقات الملاكمه لما الملاكم بيبقى خلاص تعبان فالمدرب يروح رامي الفوطه في وسط الحلبه علشان خلاص يعني يستسلموا، علشان يوقف القتال. ومن هنا بقى التعبير ده معناه الاستسلام او التوقف عن المحاوله. خليني اديك امثله اكتر. لو انت في سباق وحاسس انك خلاص هتستسلم ومش قادر تكمل، ممكن تقول I think I threw in the towel. This is too hard for me. I think I threw in the towel. This is too hard for me. أو عزيزتي وتشراي، لو أنت واقفة في المطبخ بتعكي وبتحاولي تعملي طبخة جديدة، ممكن تقولي This recipe is a disaster. I think I threw in the towel. الوصفة دي زي فأنا هستسلم خلاص. عزيزي الوتشر عزيزتي الوتشراي، اكتبوا لي في الكومنتس المواقف اللي انتوا كنتوا على وشك تثرو ان ذا تاول معاها، وقولوا لي استسلمتوا فعلا ولا لا. وما تنساش انك ما تاخدش التعبيرات الانجليزيه حرفيا، دي من الحاجات اللي بنتعلمها علشان نتكلم بطلاقه. ولو لسه ما بتتكلمش انجليزي ما تستسلمش، علشان عامله لك كورس محادثه مخصوص علشان تحقق الهدف اللي من زمان بتحاول فيه. اكتب لي في الكومنتس لو عايز التفاصيل، وما تنساش اوعى الترجمه.